السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر المؤمنين، يا من اجتمعتم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تلتمسون العلم والخير، أبشروا وأملوا، فإن في مثل هذا الاجتماع خيرا كثيرا وأجرا كبيرا. فإنه من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. بهذا ثبت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن أتى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ليتعلم خيرا أو يعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله. بهذا ثبت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنني لأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يكتب لي ولكم هذه الأجور، وأن يزيدنا من فضله أضعاف أضعاف ما نرجو. ثم أيها الإخوة، إن درسنا في الفقه في ديننا من خلال شرح هذا الكتاب النافع دليل الطالب، ولا زلنا في باب شروط الصلاة، وكان آخر ما تكلمنا عنه ما يتعلق ببعض المواضع التي ذكر بعض أهل العلم أنه لا تجوز الصلاة فيها ولا تصح. وبينا أن الراجح من أقوال أهل العلم أن الصلاة في الأرض المغصوبة، وفي المقبرة، وفي مبارك الإبل، وفي الحمام، وفي الحج، أنها لا تجوز ولا تصح لثبوت النهي عنها عموما أو خصوصا، فهي عبادة ليس عليها عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل نهى عنها. وكل عمل ليس عليه عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم من العبادات فهو مردود على صاحبه غير مقبول. وبينا أن الصلاة في المجزرة والمزبلة وقارعة الطريق فيها تفصيل، فإن كانت هذه المواطن نجسة فإنه لا تصح الصلاة فيها، لما تقدم معنا من اشتراط
إزالة النجاسة من مكان الصلاة لتصح الصلاة على الراجح من أقوال أهل العلم. وبينا أنها إذا لم تكن نجسة فإن الصلاة فيها جائزة صحيحة، لأنه لم يثبت نهي من الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذه المواطن. وبينا أن أسطح هذه المواطن التي قلنا إن الراجح فيها أن الصلاة فيها لا تجوز ولا تصح، أن هذه الأسطح فيها تفصيل. أما سطح الأرض المغصوبة فإنه منها ويأخذ حكمها، فمن صلى في سطح بيت مغصوب فإن صلاته تكون باطلة غير صحيحة على الراجح من أقوال أهل العلم، لأن الغصب يلحق السطح شرعا ولغة وعرفا. أما مبارك الإبل لو كانت مسقوفة والحمام والحش فإن أسطح هذه الأماكن لا تأخذ حكمها. ولو صلى الإنسان في سطح الحمام أو في سطح الحش أو في سطح مبارك الإبل لو سقفت فإن صلاته صحيحة على الراجح من أقوال أهل العلم. وكل هذا قد تقدم بيانه والتدليل له. ووقفنا عندما يتعلق بالصلاة في الكعبة، فيتفضل الشيخ ياسين وفقه الله يقرأ لنا من حيث وقفنا. الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. يقول المصنف رحمة الله عليه: ولا يصح الفرض في الكعبة. نعم، عند الحنابلة والمالكية لا يصلي المسلم الفرض في الكعبة، يعني لا يصلي الظهر في جوف الكعبة أو العصر في جوف الكعبة، وكذا بقية الصلوات الخمس المكتوبات، إلا أن الحنابلة يقولون إن صلى الفريضة في جوف الكعبة لم تصح ويجب عليه أن يعيدها. وأما المالكية في المشهور فيقولون يعيد ما دام في الوقت استحبابا. طيب، ما الدليل على أنه لا يصلي في الكعبة؟ قالوا تقدم معنا، استدلوا بما تقدم معنا في الحديث السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة فوق ظهر بيت الله. وبينا أيها الإخوة أن هذا الحديث ضعيف، لكنهم قالوا إذا لم تجز الصلاة فوق ظهر الكعبة فمن باب أولى ألا تجوز في داخل الكعبة. لكن هنا يا إخوة نقول إن الأصل الذي يستندون إليه هنا لم يثبت ولم يصح. أيضا قالوا لأنه لا يكون مستقبلا للكعبة كلها، بل يكون مستدبرا لبعضها. أيضا قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل فيها الفرض، فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الفرض في داخل الكعبة بينما صلى النفل، فدل ذلك على الفرق بين صلاة الفرض وصلاة النفل في الكعبة. وحملوا قول أسامة رضي الله
أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل فيها، وهو حديث في الصحيحين، حملوه على أنه لم يصل فيها الفرض، لأنه ثبت من حديث بلال أنه صلى فيها النفل. أما عند الحنفية والشافعية فيجوز للمسلم أن يصلي الفرض في الكعبة، لكن الأفضل له أن يصلي الفرض في خارج الكعبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفرض في خارج الكعبة. لماذا يا معاشر الحنفية والشافعية تقولون إنه يجوز للمسلم أن يصلي الفرض في داخل الكعبة؟ قالوا لأنه ثبت من حديث بلال رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وصلى فيها. وفي رواية عند البخاري أنه صلى ركعتين. قلنا لهم طيب هذا في النفل. قالوا ما دام أنه جاز أن يصلي فيها النفل فإنه يجوز أن يصلي فيها الفرض، لإجماعنا جميعا على أن استقبال القبلة للمستقر شرط لصحة الصلاة فرضا كانت أو نفلا. يقولون نحن وأنتم نقول المتنفل مثل في هذا المسجد ليس مسافرا وليس على دابته، يشترط لصحة صلاته أن يستقبل القبلة. فلو أن شخصا قام يتنفل بركعتين واستقبل جهة الغرب فإن جميعا نقول له صلاتك باطلة لأنك لم تستقبل القبلة. قالوا إذن لا فرق في استقبال القبلة بين النافلة والفرض. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم النافلة في الكعبة دل ذلك على أن الاستقبال صحيح لا نقص فيه، فتكون صلاة الفرض في داخل الكعبة صحيحة جائزة. قلنا لهم فماذا تفعلون في حديث أسامة رضي الله عنه في الصحيحين ولم يصلي، دخل الكعبة ولم يصلي، أي النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا هذا معناه لم أره يصلي، فهو نفى الرؤية، وبلال قد رآه. يعني بمعنى آخر يقولون كون أسامة رضي الله عنه لم ير صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنع أنه قد صلى، لأنه قد ثبت في حديث بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيها. وقالوا أيضا يقدم حديث بلال على حديث أسامة، لأن المثبت عنده زيادة علم فيقدم على النافي. والذي يظهر لي والله أعلم أنه لو صلى الفرض في داخل الكعبة فصلاته صحيحة لعدم المانع، فإن شروط الصحة متوفرة، ومنها استقبال القبلة على ما بينا في مسألة النافلة. لكن الأولى والأفضل أن يصلي خارج الكعبة، أعني الفرض، وذلك لوجهين. الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صلى الفرائض وهو في مكة في خارج الكعبة، ولم ينقل عنه ولو مرة واحدة أنه صلى الفرض
في داخل الكعبة. والأمر الثاني للخروج من الخلاف، فكونك تصلي الفرض فيكون صحيحا بالاتفاق أولى من أن تصلي الفرض على وجه يختلف فيه العلماء، فالأفضل والأولى أن لا يصلي المسلم الفرض في داخل الكعبة. نعم. قال رحمه الله: والحجر منها. والحجر منها. الحجر يا إخوة هو الذي تسميه العامة حجر إسماعيل، وهذا الحجر يا إخوة لا تعلق لإسماعيل عليه السلام به، لأنه كان مبنيا في زمن إبراهيم عليه السلام وإسماعيل، كان من الكعبة أغلبه، وإنما لما تهدمت الكعبة وأرادت قريش أن تبني الكعبة من مال حلال وجمعت المال الحلال فلم يكف لبناء الكعبة كلها، فقصروا عن الحجر، عن مكان الحجر، حجروه بحجارة وزادوا فيه شيئا فسمي بالحجر، اسمه الشرعي الحجر، لأن قريشا لما قصرت عنه حجرته وهو جزء من الكعبة. لذلك جاء في حديث تمني النبي صلى الله عليه وسلم أن يبني الكعبة على قواعد إبراهيم، لولا أن بعض قريش كانوا حدثاء عهد بكفر. جاء في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولأدخلت فيها الحجر، وهذا عند مسلم. وفي رواية: وزدت فيها 6 أذرع من الحجر، وزدت فيها 6 أذرع من الحجر، فإن قريشا اقتصرتها حين بنت الكعبة. رواه مسلم. فالحجر من الكعبة، ومن صلى في الحجر كأنه صلى في الكعبة، لأنه من الكعبة. وقولنا كأنه يعني كأنه صلى في البناء، وإلا فهو في الحقيقة مصلي في الكعبة، لأن الحجر في الكعبة. وجاء عن أمنا عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أحب أن أدخل البيت فأصلي فيه. كنت أحب أن أدخل البيت يعني الكعبة فأصلي فيه، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فأدخلني الحجر فقال: صلي في الحجر إن أردت. إن أردت دخول البيت فإنما هو قطعة من البيت، فإنما هو قطعة من البيت. رواه الأربعة وصححه الألباني. إذن يا إخوة، أحكام الصلاة في الحجر هي أحكام الصلاة في الكعبة، فما قررناه في الفرض في الكعبة هو في الحجر، لأنه من الكعبة. نعم. قال يرحمه الله: ولا على ظهرها إلا إذا لم يبق وراءه شيء. نعم، ولا على ظهرها، أي لا يجوز للمسلم أن يصلي الفرض على ظهر الكعبة ولا يصح منه. وهذا كذلك عند الحنابلة والمالكية،
والمالكية قالوا يعيد ما دام في الوقت. جاء معهم أيضا هنا الشافعية وقالوا إنه لا يجوز للمسلم أن يصلي فوق ظهر الكعبة، ولا يصح ذلك منه إلا إذا جعل أمامه ما هو من الكعبة، كحائط الكعبة إذا كان زائدا عن السقف، أو كانت هناك خشبة من خشب الكعبة زائدة عن السقف، فإذا استتر بما هو من الكعبة عند الشافعية صح. أما مثلا لو صعد على السطح والسطح مستوي من فوق ووضع متاعه سترة وصلى، يقول الشافعية ما يصح. لماذا؟ يقولون لأنه بهذا لم يستقبل شيئا من الكعبة، لم يستقبل شيئا من الكعبة، وإنما استقبل الهواء. أما الحنفية فيرون أن الصلاة على ظهرها كالصلاة في جوفها، صحيحة. يقولون لأن الهواء تابع للقرار، فلو أن شخصا صعد على مكان عال، لنقل الفنادق الموجودة اليوم حول الكعبة، حول المسجد الحرام، هذه الفنادق التي يسرت للمسلمين السكن قريبا من المسجد الحرام، لو أن إنسانا جاء في الطابق 25 وصلى فإن صلاته صحيحة بالاتفاق، فإن صلاته صحيحة بالاتفاق. فدل ذلك على أنه ليس المقصود أن يستقبل البناء فقط، بل يستقبل الكعبة وهواؤها منها، هواؤها منها يعني من جهة الاستقبال. المصنف قال إلا إذا لم يبق وراءه شيء، يعني إذا لم يبق وراءه شيء من الكعبة صحت صلاته فوق ظهر الكعبة. لماذا؟ لأنه هنا لا يستدبر شيئا منها، يعني لو جاء يصلي في سطح الكعبة ووقف عند آخر الجدار فكانت الكعبة من جهة سطحها أمامه كاملة، فإن صلاته صحيحة. قلنا لهم لماذا؟ قالوا لأنه لم يستدبر شيئا منها. والصحيح كما ذكرنا في الفرض أن الصلاة على ظهر الكعبة صحيحة ما لم يصلي على طرفها بحيث لا يكون أمامه شيء منها. يعني لو أنه جاء يصلي على طرف الكعبة ويومئ إيماء، واقف على الجدار وينظر في الناس، ما يرى الكعبة، ينظر في الناس تحته، ما بقي شيء أمامه، ويومئ بالركوع ويومئ بالسجود، فإن صلاته هنا لا تصح، حتى لو صحت بالإيماء لعذره فإن صلاته هنا لا تصح، لأنه لا يستقبل شيئا من الكعبة. أما إذا كان يستقبل شيئا من الكعبة فالراجح أن الصلاة صحيحة، لكن الأولى كما قدمنا أن لا يصلي الفرض فوق ظهر الكعبة. نعم. قال رحمه الله: ويصح النذر فيها وعليها. ويصح النذر فيها وعليها. يا إخوة، لو أن إنسانا قال لأصلين لربي ركعتين نذرا لله، فنذر لله أن يصلي لله ركعتين. طبعا النذر فيه شبه من النفل وفيه شبه من الصلاة المفروضة، فيه شبه من النفل
وهو أن الله لم يوجبه علينا أصلا، يعني ابتداء، فهو أشبه النفل في هذا، بمعنى أصله نفل، ويشبه الصلاة المكتوبة، لأن الإنسان إذا نذر أن يصلي وجب عليه أن يصلي بنذره. ومن هنا قال بعض أهل العلم: يصح النذر، صلاة النذر في الكعبة وعلى الكعبة، وإن كان الفرض لا يصح فيها عندهم. لماذا؟ قالوا: لأنه في أصله يشبه النفل، فنلحقه بالنفل، كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين في الكعبة. وقيل بالتفصيل، فقالوا: إن نذر أن يصلي فيها أو يصلي عليها صلى فيها أو عليها وصحت صلاته، لأنه نذر ما يجوز إيقاعه فيها، فيجب عليه أن يفي به. واحد قال: لله علي أن أصلي ركعتين في الكعبة، فحدد المكان بنذره. وجاءك يا طالب العلم وقال: يا شيخ، أنا في بلادي نذرت أن أصلي لله ركعتين في الكعبة، والآن أنا وصلت مكة، ماذا أفعل؟ تقول له: صل في الحجر، لأنه إذا صلى في الحجر فقد صلى في الكعبة. طيب، النذر واجب. لو كنت أنا أرى أن صلاة الفرض في الكعبة لا تصح والنذر واجب، فهل أقول له هذا؟ نقول: نعم، لأنه هنا نذر وحدد المكان، وهو مكان يجوز إيقاع الصلاة فيه من جهة النفل، فيفي بنذره. أما إذا نذر وأطلق فقال: لله علي أن نصلي له ركعتين، لله علي أن نصلي ركعتين، ولم يحدد المكان، قالوا: لا يصلي في داخل الكعبة ولا على ظهرها، على القول بأنه لا يصلى الفرض فيها. لماذا؟ قالوا: لأنه واجب، فهو أشبه بالفرض منه بالنفل، وقد قلنا إن الفرض لا يصح. أما على ما اخترناه نحن من أن الفرض يصح في الكعبة وفوق الكعبة، وأن الأولى أن يصلي الفرض خارجها، فإن نقول: إن نذر أن يصلي فيها وجب عليه أن يصلي فيها، وإن نذر أن يصلي جاز أن يصلي النذر فيها، والأفضل أن يصليه خارج الكعبة، نعم. قال رحمه الله: وكذا النفل بل يسن فيها. وكذا النافلة تجوز في داخل الكعبة وتصح باتفاق العلماء، تجوز النافلة وتصح في الكعبة باتفاق العلماء. لكن ما هو الأفضل إذا تيسر للإنسان أن يصلي في داخل الكعبة وأن يصلي في خارجها؟ ما هو الأفضل؟ العلماء مختلفون في هذا، فمنهم من يقول الأفضل أن يصلي في داخل الكعبة، ومنهم من يقول الأفضل أن يصلي النافلة في خارج الكعبة. والصحيح التفصيل، فيسن
أن يصلي النافلة فيها أحيانا ويصلي الأكثر خارج الكعبة. ما الدليل؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة صلى فيها ركعتين، ثم خرج فصلى ركعتين. صلى النبي صلى الله عليه وسلم في داخل الكعبة ركعتين، ثم خرج من الكعبة فصلى ركعتين كما ثبت في الصحيح. واستقرأنا حال النبي صلى الله عليه وسلم فوجدنا أكثر صلاته خارج الكعبة، فنقول الأفضل أن يصلي أكثر النوافل خارج الكعبة، ويسن أن يصلي النافلة في الكعبة أحيانا. بمعنى يا مسلم أنت هناك تيسر لك أن تدخل الحجر وتصلي نافلة، ادخل الحجر وصلي، هذه سنة، لكن لا تجعل هذا دائما أو مكررا. هو يجوز، لكن الأفضل لك أن يكون أكثر صلاتك خارج الكعبة، وأحيانا تصلي النافلة في داخل الكعبة. نعم. قال رحمة الله عليه: الثامن استقبال القبلة مع القدرة. نعم، استقبال القبلة. ومعنى استقبال القبلة يعني التوجه إلى القبلة. والقبلة هي الجهة التي تستقبل، والمراد بها في الشرع الكعبة، فالقبلة هي الكعبة بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، ما الحكمة في القبلة؟ يقول العلماء: الحكمة تعود إلى أمرين عظيمين شريفين. أما أولهما فهو ضبط اتجاه الجسد في الصلاة. ضبط اتجاه الجسد في الصلاة. يا إخوة، المصلي عنده اتجاهان: اتجاه القلب واتجاه الجسد. واتجاه القلب ضبط بالنية والخشوع. اتجاه القلب ضبط بالنية والخشوع. واتجاه البدن ضبط بالقبلة. وهذه حكمة ظاهرة يا إخوة. لو فرضنا يا إخوة أنه لم يشترط للصلاة أن نتجه إلى قبلة، سنجد أن في هذا المسجد ربما تصطدم رؤوسنا ببعض، هذا يصلي إلى المشرق، وهذا يصلي إلى المغرب، وهذا يصلي إلى الجنوب، وهذا يصلي إلى الشمال، وربما صلى المصلي وهو يدور. لو ما في قبلة يصلي وهو يدور يلتفت، فلا ينضبط الجسد. فكان من حكمة استقبال القبلة ضبط الجسد في الصلاة، كما يضبط القلب في توجهه بالنية. والحكمة الثانية تحقيق اجتماع المؤمنين، فإن الإسلام دين الجماعة، يأمر بالجماعة ويحذر من الفرقة. وها نحن نرى المؤمنين اليوم من جميع بلدان الدنيا يجتمعون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقفون صفا واحدا، يتجهون إلى جهة واحدة، وهذا مما يجمع قلوبهم. ولذلك يا إخوة نهينا عن الاختلاف في الصفوف، ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. لو اختلفنا في الصفوف لاختلفت القلوب، ولو اختلفنا في الجهة
لاختلفت قلوب المؤمنين ولا تفرقوا. يا إخوة، لو فرضنا أنه ليست هناك جهة مطلوبة منا، ربما جاء كل أهل بلد وقالوا والله نحن سنتجه إلى بلدنا، نحن أهل المغرب سنتجه إلى المغرب، أهل إندونيسيا يقولون سنتجه إلى الجنوب الشرقي، أهل الصين يقولون نتجه مثلا إلى الشرق إن كانوا في الشرق، وهكذا، فيتفرق المسلمون حتى في صلاتهم. لكن لما ألزمنا بالقبلة كان ذلك يحقق مقصودا أعظم من مقاصد الشريعة، وهو اجتماع كلمة المؤمنين والحرص على اجتماع قلوبهم. واستقبال القبلة في الجملة شرط لصحة الصلاة بإجماع العلماء. أجمع العلماء على أن استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة إلا ما استثني كما سيأتي إن شاء الله. والدليل على ذلك قول الله عز وجل: فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره. فالله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يولي وجهه شطر، أي ناحية وجهة المسجد الحرام، وأمر المؤمنين بأن يولوا وجوههم شطره في أي مكان كانوا، في الغرب، في الشرق، في الشمال، في الجنوب، أن يتوجهوا إلى المسجد الحرام. والمسجد الحرام هنا هو الكعبة، هو الكعبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة وصلى فيها ركعتين خرج فركع ركعتين في قبل الكعبة وقال: هذه القبلة، هذه القبلة، فعين الكعبة أنها القبلة، فليست القبلة المسجد الحرام كله، وإنما القبلة الكعبة. ولذلك يا إخوة، الذي يرى الكعبة لا يجزئه أن يستقبل شيئا من المسجد الحرام، ويقول الله عز وجل: أمرني أن أولي وجهي جهة المسجد الحرام، وهذا المسجد الحرام. نقول لا، استقبل الكعبة لأنها هي المسجد الحرام. يعني يا إخوة، لو أن إنسانا جاء في صحن المطاف واستدبر الكعبة وراءه وصلى، جئنا ننكر عليه، قلنا: يا رجل كيف هذه الكعبة؟ قال: هذا المسجد الحرام. أليس هذا المسجد الحرام الذي أمامنا؟ قلنا: بلى، هذا من المسجد الحرام. قال: الله أمرني أن أولي وجهي شطره. قلنا: لا، قد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن المقصود بالمسجد الحرام هو الكعبة، هو الكعبة. أيضا ذكر أهل العلم يا إخوة، وهذه فائدة علمية، أن أول نسخ في القرآن هو ما يتعلق بالقبلة. أول نسخ في القرآن هو ما يتعلق بالقبلة، وقد كان ذلك في المدينة، قد كان ذلك في المدينة. يدل أيضا لاستقبال القبلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة، ثم استقبل القبلة. والحديث في الصحيحين. أيضا أهل قباء لما بلغهم أن القبلة حولت تحولوا وهم يصلون من جهة الشمال إلى جهة الجنوب،
فلو لم يكن استقبال القبلة شرطا لما تحركوا هذه الحركة الكثيرة في الصلاة. يعني يا إخوة، أهل قباء كانوا يصلون الصبح، ما بلغهم أن القبلة حولت، فكانوا يصلون إلى جهة بيت المقدس، إلى جهة الشمال، فجاءهم منادي فقال: أشهد أن القبلة حولت أو صرفت إلى الكعبة. فاستداروا وهم يصلون بإمامهم إلى الجهة الأخرى المقابلة الجنوب. فلو لم يكن استقبال القبلة شرطا لما تحركوا هذه الحركة الواسعة الكثيرة. وقلت لكم إن استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة بإجماع أهل العلم. لكن الحظوا ماذا قال المصنف؟ قال: استقبال القبلة مع القدرة، ليخرج حالة العجز، فإنه في حالة العجز لا يشترط استقبال القبلة لصحة الصلاة. مثال ذلك: أعمى في الصحراء، أعمى في الصحراء وليس معه أحد وحضر وقت الصلاة، هل نقول له إنه لا يصح أن تصلي إلا إذا عرفت القبلة واستقبلتها؟ الجواب لا، نقول صلي حيث توجهت، اجتهد في نفسك فقط، ما الذي تميل إليه فقط. وهذا تشهي، لأن الأعمى ما يميل بدليل، البصير يمكن أن يميل إلى جهة بدليل. نعم، بعض العمي عندهم من البصيرة ما يعرفون به أشياء كثيرة، يمكن أن يعرف باتجاه الريح ونحو ذلك، لكن فرضنا أنه ما يعرف، لكن يميل بقلبه ويصلي لأنه عاجز، لأنه عاجز. كذلك المريض الذي لا يجد من يوجهه إلى القبلة، المريض إذا كان على غير جهة القبلة ولا يجد من يوجهه إلى جهة القبلة، هذا عاجز، هذا عاجز. كذلك الأسير المقيد في الجدر أو في الباب ولا يستطيع أن يتوجه إلى القبلة، فهذا عاجز. وكذلك الخائف الذي يطرده العدو أو حيوان مفترس، إنسان في الصحراء وجاء ذئب وهو خايف من هذا الذئب، والذئب واقف هناك إلى غير جهة القبلة وحضر وقت الصلاة، حضر وقت الصلاة، حضر وقت الصلاة، لو اتجه إلى القبلة خاف من الذئب، فنحن بين أمرين: إما أن نقول له صلي إلى جهة الذئب اللي هو عكس القبلة، أو لا تصلي. فنقول المحافظة على الذات أولى من المحافظة على الشرط، المحافظة على الذات أولى من المحافظة على الشرط. فنقول له صلي لأنك عاجز عن التوجه إلى جهة القبلة. ويدل لذلك كله قول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. طيب يا إخوة، نعود فنقول
إن صلاة الفرض يشترط لصحتها استقبال القبلة مع القدرة في الحضر والسفر بإجماع العلماء. أنت مسافر، هل لك أن تصلي الفرض حيث توجهت بك راحلتك مع القدرة؟ الجواب لا. ولو صليت بطلت صلاتك. أنا أعطيكم مثالا. أنا ذاهب إلى القصيم بسيارتي وحضر وقت الصلاة، فأقمت وأنا أسوق وصليت إلى غير القبلة، هل تصح صلاتي؟ الجواب لا تصح بإجماع أهل العلم، لأني هنا أنا مالك السيارة وأقدر أني أقف وأنزل وأصلي. لكن لو كنت مسافرا وعجزت عن أن أتوجه إلى القبلة، رجعنا إلى مسألة العجز. مثلا أنا في الطائرة وهذه الطائرة يمنعون الصلاة فيها، يمنعون أن أقف وأصلي في الممر، وأنا في الكرسي لا أستطيع أن أتوجه إلى القبلة أو لا أعرف القبلة أصلا، فهنا أنا عاجز. فإن كنت أظن أني سأنزل إلى الأرض في وقت الصلاة أو في وقت الصلاة التي تجمع مع هذه الصلاة، فإني لا أصلي في الطائرة. أما إذا كنت أظن أني لن أنزل على الأرض إلا وقد خرج وقت الصلاة بالكلية، سواء المجموعة أو المفردة مثل الفجر، فإني أصلي على حالي للعجز. إذن ماذا نقول يا إخوة؟ نقول أجمع العلماء على أن صلاة الفرض في السفر والحضر لا تصح إلا باستقبال القبلة مع القدرة. هذا دائما القيد، استحضروه معنا، مع القدرة، سواء كان ذلك في حضر أو في سفر. أما النافلة فإن كانت من غير راكب ولا ماش، فإنه يشترط لصحتها استقبال القبلة في الحضر والسفر. انتبهوا، النافلة إذا كانت من غير راكب ولا ماشي فإنه يشترط لصحتها استقبال القبلة في الحضر والسفر. نحن مسافرون ونازلون، نتعشى، نتغدى، نستريح، فقام واحد أراد أن يتنفل، أراد أن يوتر، فقال أنا سأقيم السنة. ما هي السنة يا أخي؟ قال أنا سأركب في السيارة وأوتر وأنا في السيارة. نقول ما يجوز ولا يصح باتفاق العلماء، لأنك نازل، فيشترط لصحة النافلة استقبال القبلة. ويجوز لمن كان مسافرا سفرا طويلا، أي تقصر فيه الصلاة، وكان راكبا على دابة، أن يصلي صلاة النافلة حيث توجهت به راحلته باتفاق العلماء. يجوز لمن كان مسافرا سفرا طويلا تقصر فيه الصلاة، وكان راكبا على دابة،
أن يصلي النافلة حيث توجهت به راحلته. فقولنا يجوز لمن كان مسافرا يخرج المقيم، فإن المقيم عند جماهير العلماء لا يجوز له ولا يصح أن يتنفل على الدابة حيث توجهت به راحلته. أنا في المدينة وذاهب إلى الجامعة، هل لي أن أتنفل وأنا لا أستقبل القبلة؟ الجواب عند جماهير العلماء عند جماهير العلماء لا يجوز هذا ولا يصح، وهو الصواب، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم قط ولا عن الصحابة. وما نقل عن أنس بن مالك أنه كان يصلي على حمار حيث توجه به في أزقة المدينة، هذه الرواية ضعيفة شاذة. فإن الثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان يتنفل على الحمار في السفر حيث توجه به. إذن قولنا إذا كان مسافرا أخرج المقيم سفرا طويلا، والسفر الطويل هو الذي تقصر فيه الصلاة، لأن العلماء يقسمون السفر إلى قسمين: طويل وقصير. ما هو السفر القصير؟ هو مطلق الخروج من البلد إلى أن يصل إلى الطويل. والطويل هو الذي تقصر فيه الصلاة. يعني أكثر أهل العلم على أنه الخروج بقصد قطع مسافة تزيد على 85 كيلو متر. إذن ما هو القصير؟ القصير أن أخرج من المدينة بقصد مسافة دون 85 كيلو متر على قول الجمهور. فأنا لو سأخرج من المدينة إلى مسافة 20 كيلو وأرجع، هذا سفر قصير، هذا سفر قصير. فقولنا إذا كان مسافرا سفرا طويلا يخرج السفر القصير، لأنه سيأتينا في خلاف. أما السفر الطويل محل اتفاق. إذا كان راكبا يخرج ما إذا كان نازلا وهو مسافر، فإنه لا يدخل معنا في المسألة، بل العلماء متفقون على أنه لابد أن يستقبل القبلة. ويخرج أيضا الماشي مسافر على رجليه، فإن فيه خلافا. إذا كان راكبا على دابة هذا يخرج ما لو كان راكبا ركوبا مستقرا لا يشبه الركوب على الدابة. مثاله الباخرة في البحر، المسافر يركب الباخرة، لكن هل ركوبه في الباخرة مثل ركوبه على الدابة؟ ركوبه في الباخرة ركوبا مستقرا، ركوبه في الباخرة ركوب مستقر، لأنه يكون على الباخرة يمشي وينام، ليس كالركوب على الدابة. ولذلك العلماء يقولون إذا كان راكبا في السفينة يجب عليه أن يستقبل القبلة ما دام قادرا. فإذا توفرت هذه الشروط فإن العلماء اتفقوا على أنه يصلي حيث توجهت به راحلته. لماذا؟ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي
في السفر على راحلته حيث توجهت به يومئ إيماء. والحديث إلا الفرائض. وكان يوتر على البعير، أو قال يوتر على راحلته، والحديث في الصحيحين. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي على بعيره إذا كان مسافرا يومئ إيماء، ويوتر على البعير إلا الفرائض، فإذا حضرت الفريضة نزل. بهذا ثبت الحديث عن ابن عمر رضي الله عنه، والحديث في الصحيحين. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يتنفل على الراحلة وهو مسافر، ويحكي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث أيضا في الصحيحين. لكن هل يجب عليه أن يبتدئ الصلاة مستقبلا القبلة ثم يصلي حيث توجهت به راحلته؟ قلنا يا إخوة العلماء اتفقوا على أنه له أن يصلي حيث توجهت به راحلته، لكن هل يجب أن يبتدئ الصلاة مستقبلا القبلة؟ العلماء اختلفوا في هذا على 3 أقوال. فذهب الحنابلة والشافعية إلى أنه يستحب له أن يبدأ الصلاة أعني النافلة مستقبلا القبلة ثم حيث توجهت به راحلته. لماذا؟ قالوا لحديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم على حيث وجهه ركابه. رواه أبو داود وحسنه الألباني. فأنس هنا رضي الله عنه قال فاستقبل القبلة ثم حيث وجهه ركابه. طيب، لماذا قلتم إنه مستحب وليس بواجب؟ قالوا أولا لأن الحديث فيه مقال، وغاية ما قيل فيه إنه حسن. ضعف بعض أهل العلم وحسنه بعضهم كالنووي والألباني، فلا يقاوم أحاديث الصحيحين التي ظاهرها أنه كان يصلي مطلقا. هذا أولا. ثانيا قالوا لأنه فعل، والفعل بمجرده لا يدل على الوجوب. قالوا هذا فعل من النبي صلى الله عليه وسلم، والفعل بمجرده لا يدل على الوجوب، وإنما يدل على الاستحباب. وثالثا قالوا لأن ابتداء الصلاة جزء منها، فيجوز فيه ما يجوز في الأكثر. يقولون نحن متفقون على أنه بعد التكبيرة يصلي حيث توجهت راحلته به. إذن أكثر الصلاة يجوز أن يصليها غير متجه إلى القبلة ولا ما يجوز؟ يجوز. قالوا فإذا جاز الأكثر فإن الأقل يتبع الأكثر. وذهب بعض الحنابلة وبعض الشافعية إلى أنه يجب أن يستقبل القبلة في أول صلاته ما دام مستطيعا، ثم يصلي حيث توجهت به راحلته، لحديث أنس. وذهب المالكية إلى أنه لا يجب ولا يستحب، لا يجب ولا يستحب،
لأن الحديث حديث أنس ضعيف، فيبقى شأن السنة ما ورد في أحاديث الصحيحين حيث توجهت به راحلته. والذي يظهر لي والله أعلم أنه يستحب إذا أمكنه أن يبتدئ صلاته مستقبلا القبلة لحديث أنس، فإن إسناده حسن فيصلح للاحتجاج، لكنه لا يدل على الوجوب لما ذكرناه، فيبقى الاستحباب قائما، فيستحب أن يبدأ صلاته مستقبلا القبلة. وأما السفر القصير كما قلت لكم يا إخوة، سأركب سيارتي وأزور قرية على بعد 20 كيلو من المدينة، فهل أتنفل على الدابة في هذا السفر؟ فأقول اختلف العلماء في هذا، فالجمهور الحنابلة والحنفية والشافعية على أن له أن يتنفل حيث توجهت به راحلته. قلنا لهم ما الدليل؟ قالوا الدليل الأحاديث التي في الصحيحين مطلقة في السفر، ولم تخص سفرا دون سفر. وذهب المالكية إلى أنه لا يتنفل على دابته في السفر القصير. قلنا لهم لماذا يا معاشر المالكية؟ قالوا لأن الأصل أنه لا بد في الصلاة من استقبال القبلة، ولا يترك هذا الأصل إلا لدليل نقلي أو إجماع. يقولون الأصل استقبال القبلة في الصلاة، ولا يترك هذا الأصل إلا بدليل أو إجماع، ولا إجماع. قلنا لهم طيب الدليل الذي في الصحيحين؟ قالوا تلك في الأسفار الطويلة، فإن ابن عمر حكى ذلك مرة في ذهابه إلى مكة، ومرة في ذهابه إلى خيبر، وهذه أسفار طويلة. والراجح قول الجمهور والله أعلم أنه يجوز له أن يتنفل على الدابة لإطلاق الأحاديث والعبرة باللفظ، وما دام أنه يسمى سفرا فإنه يجوز. وإن كان لقول المالكية قوة فإن نقويه أيضا بأن الذي يسافر سفرا قصيرا أشبه بالمقيم منه بالمسافر. الذي يسافر سفرا قصيرا أشبه بالمقيم منه بالمسافر، وهذا يقوي قول المالكية. لكن الأقرب أن الرخصة جاءت مطلقة، أن الرخصة جاءت مطلقة فيشمل كل سفر. وأما الماشي فقد اختلف العلماء فيه، وأكثرهم على أنه ليس له أن يتنفل وهو يمشي، لا حيث توجهت به راحلته ولا حيث يكون مستقبلا القبلة وهو يمشي، لا حيث توجهت به رجلاه لما في راحلة ماشي هذا، ولا حيث توجه إلى القبلة. يعني يا إخوة لو أنا أمشي إلى جهة القبلة مسافر مشيا إلى مكة وأنا متوجه إلى جهة القبلة، يقول أكثر العلماء ليس لي أن أتنفل وأنا ماشي، لكن لو وقفت هذا شيء آخر. أو كنت إلى جهة أخرى غير القبلة ليس لي أن أتنفل. قلنا لهم لماذا؟
قالوا لأن الأصل التوجه إلى القبلة، ولا يترك هذا إلا بدليل، ولا دليل في الماشي، لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة. وهذا يصح إذا لم يكن متوجها إلى القبلة في مشيه. والعلة الثانية قالوا لأن الماشي يتحرك حركة كثيرة تتنافى مع الصلاة. الماشي مشغول بحركته، فهو يتحرك حركة كثيرة. والدليل على ذلك أن الناس يعرفون أن الإنسان لا يصلي بمشيه. إذا شافوا واحد يمشي في المسجد ذهبوا يسلمون عليه. والعلة الثالثة قالوا لأن اشتغاله بالصلاة يضره. الماشي يحتاج ينظر إلى مواطئ قدميه ويعرف ما حوله، فاشتغاله بالصلاة يضره، اشتغاله بالنافلة يضره، وعليه فليس له أن يصلي ماشيا. وذهب بعض الشافعية وبعض الحنابلة إلى أن له ذلك. لماذا؟ قالوا قياسا على الراكب، قياسا على الراكب. وهذا القياس في الحقيقة قياس مع الفارق، لأن شأن الراكب يختلف عن شأن الماشي. وإن كان شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله رجح أن له أن يتنفل ما دام مسافرا ولو كان ماشيا. هذا ما يتعلق باستقبال القبلة في الصلوات. إذن قلنا الفرض يشترط لصحته استقبال القبلة مطلقا إلا عند العجز. النافلة فيها تفصيل، فيشترط لصحتها استقبال القبلة إذا كان الإنسان نازلا، سواء كان في سفر أو حضر. ولا يشترط لصحة النافلة استقبال القبلة إذا كان الإنسان مسافرا سفرا طويلا راكبا على دابته، فإن له أن يصلي حيث توجهت به راحلته. وكذلك على الصحيح إذا كان مسافرا سفرا قصيرا. أما إذا كان ماشيا فلا يصح أن يتنفل وهو ماشي على الراجح من أقوال أهل العلم. ولعلنا نقف هنا ونكمل غدا إن شاء الله، ونجيب الآن عن بعض أسئلة إخواننا، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين، ونفعنا بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: أليس قصة تحويل القبلة كانت في مسجد القبلتين؟ لا وبارك الله فيك، لم يثبت في حديث صحيح أن تحويل القبلة كان في مسجد بني سلمة الذي يسمى بمسجد القبلتين، وإنما حكى ذلك ابن كثير حكاية. السلام ورحمة الله. حكى ابن كثير ذلك حكاية لا تثبت، فتحويل القبلة إنما هو في مسجد قباء. أما مسجد بني سلمة الذي تسميه العامة بمسجد القبلتين فلم يقع فيه تحويل القبلة. وإن كان بعض أهل العلم قال لا يمنع أن يقع في المسجدين، نقول نعم لا يمنع، لكن هل ثبت؟ هذه العبرة. لم يثبت تحويل القبلة في مسجد القبلتين، وإنما ثبت في مسجد قباء كما هو في الصحيحين. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. أحسن الله إليكم.
هذه السائلة تقول: أنا امرأة مطلقة لي بنت وأريد الزواج من رجل له ابن، فهل ابنه محرم لبنتي أم أنه أجنبي عنها؟ وإذا كان أجنبيا عنها فهل يجوز الزواج به مع العلم أن بنتي وابنه بالتالي سيعيشون معنا في نفس الشقة؟ احتفظ بالسؤال وارسله لي وغدا نجيب عنه. مسائل الأعراض أنا أخاف منها فلا أحب أن أجيب مباشرة. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. أحسن الله إليكم. يقول: إذا انكشفت عورة المصلي فغطاها مباشرة هل تبطل صلاته؟ لا تبطل صلاته. إذا انكشفت العورة بغير سبب من الإنسان ثم غطاها مباشرة فإن صلاته لا تبطل، لقول الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، وهذا لم يكتسب شيئا فليس عليه شيء. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: طالب في المرحلة الجامعية ويوجد فرصة للعمل في السجل المدني، هل يجوز له العمل والدراسة معا؟ وهل يتوقف عن المنحة الجامعية إذا جاز له ذلك؟ إذا كان ممنوحا للدراسة واشترط عليه المانح ألا يعمل فلا يجوز له أن يعمل، لأن المسلمين على شروطهم، إلا ما قل من الأعمال وكان يسيرا أو كان لا يعارض مسألة الدراسة. فأحيانا أنا أقول والله أعلم وأستغفر الله أن الطالب قد يحتاج إلى شيء من العمل من أجل أن يعيش حياة كريمة ويقوم بأعمال يسيرة مثل أن يركب أحدا في سيارته أو نحو ذلك. أرى والله أعلم أنه من جهة المعاني لا من جهة الحقائق والأدلة أنه والله أعلم لا يضيق في هذا الباب ولا سيما عند الحاجة. أما عمل وظيفي فلا يجوز. كذلك العمل الذي لا يتنافى مع الدراسة كأن يطبع الرسائل، ما هو يكتب الرسائل. بعض الطلاب يشارك في الزور والعياذ بالله ويأخذ ثلث رسالة مثلا أو فصلا من رسالة يبحث للباحث. هذا زور وكذب وبهتان، ما يجوز لا لصاحب الرسالة ولا لمن يكتب معه حتى لو كان متبرعا، ما يجوز. لكن يطبع الرسالة طباعة ويأخذ على هذا أجرة، هذه ما تتنافى مع الدراسة والله أعلم، فلا بأس بشرط أن لا تطغى على الدراسة. بعض الإخوة يأخذ رسالتين وثلاث وأربع ويغيب عن الدراسة ويأتي وينام في الدراسة، هذا ما يصلح. أما إذا كان العمل لا يتنافى مع الدراسة التي منح الإنسان المنحة من أجلها فإنه يظهر لي والله أعلم أن هذا جائز. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: عندي بيت أريد تأجيرها صالون للنساء، محل تجميل للنساء، فما حكم ذلك؟ والله يا أخي شوف، إذا كانوا يعملون الأعمال المحرمة من نمص وكشف للعورات ونزع النساء ثيابهن في تلك المحلات فلا يجوز أن تؤجر محلك من أجل هذا العمل، لأنه تعاون على الإثم والعدوان. أما إذا كانت المرأة التي تريد أن تعمل هذا العمل امرأة صالحة وتريد أن تعمل بالحلال وتغني الناس عن الأماكن التي فيها الحرام، وقالت أنا سأعمل ما يجوز فقط وما نص أهل العلم على جوازه، فلا بأس تؤجر والحمد لله. لكن الأغلب هو النوع الأول، فما لم يعلم أنه من النوع الثاني
فلا يجوز أن يؤجر المحل على ذاك المحل. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: قبل مرور عامين سافرت إلى بلد من بلدان المسلمين ووصلت متأخرا في الليل، ونسيت أن أسأل من استأجرت منه عن القبلة، وحاولت الاتصال به لكن دون جدوى، فصليت في جهة من جهات البيت، وفي اليوم التالي سألته فأخبرني أنها نفس الجهة التي صليت فيها، وبعد مرور أسبوع من هذه الصلاة لهذه الجهة تبين لي بيان واضح لا شك فيه بوجه من الوجوه أن صلاتي كانت إلى غير القبلة، فما الحكم؟ احضر الدرس غدا إن شاء الله، فهذه المسألة سنبسطها بسطا غدا إن شاء الله. نعم. أثابكم الله. يقول: هل يجوز أن أعتمر عن والدي وهو لا يصلي وكان مريضا لعدة سنوات، مع العلم أنه كان يصلي تارة وتارة يترك، وكنت أنصحه أن يصلي حتى جالسا أو مضطجعا أو قاعدا، وإن لم يستطع حتى بقلبه، فكان يقول لي مريض لا أقدر، ومات وهو لا يصلي، هل يجوز أن أعتمر عنه؟ ما دام ختم له بعدم الصلاة وهو بعقله لم يفقد عقله فلا تعتمر عنه، لا تعتمر عنه. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أما لو كان يصلي إلى أن فقد عقله وأصبح ما يميز وصار يقول لا ما أصلي عاند مثل الأطفال، فقد عقله، فهنا ما دام أن صلاته متصلة بفقدان عقله وما ترك الصلاة إلا بعدما فقد عقله، فهذا مات على الإسلام ويعتمر عنه. نعم. أثابكم الله. يقول هذا السائل: ما هي شروط قبول العمل؟ شروط قبول العمل: الإخلاص لله عز وجل، والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يقبل الله العبادة إلا من مخلص، ومن نوى بالعبادة غير وجه الله فإن عبادته مردودة عليه، ومن أشرك مع الله غيره فالله منه بريء، أعني من عمله، وهو للذي أشرك، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح. ويشترط لصحة العمل المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن جاء بالعمل مخالفا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا العمل بدعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقوله: من رغب عن سنتي فليس مني. فلا يقبل العمل إذا كان محدثا ليست فيه متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هذا طالب: طبعا هذان الشرطان الأصليان، ثم لكل عمل شروط خاصة تتعلق به. يعني الآن نحن نتكلم عن شروط صحة الصلاة، نتكلم عن شروط صحة الصلاة. نعم، المتابعة في الجملة تشملها، لكن على التفصيل يذكر العلماء لكل عمل شروطا خاصة للصحة تزيد على الشرطين الأصليين. نعم. أثابكم الله. يقول هذا الطالب: بعض الطلاب يضعون حقائبهم في الصف الأول في مسجد الجامعة ولا يجلسون ولا يصلون، ثم يذهبون ويتوضؤون ويرجعون، فهل هم أحق بالمكان؟ نعم. إذا سبق إلى المكان، يعني أنا دخلت ووضعت الحقيبة، وصلت إلى المكان قبل غيري، ثم خرجت لأتوضأ، فقد كان لي حق الاختصاص، كان لي حق الاختصاص لأني سبقت إلى المكان، ويجوز لي أن أدخل المسجد وأنا غير متوضئ، فأنا دخلت وسبقت إلى المكان ثم خرجت من المسجد لحاجتي وهي الوضوء،
فذهبت توضأت ورجعت إلى المكان فأنا أحق به. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: نحن في بلادنا الأدوية الطبية 95% مهربة، فما حكم فتح صيدلية وبيع هذه الأدوية للناس المتاجرة فيها؟ أما بيع الأدوية المهربة فلا يجوز، وإنما يبيع الإنسان الأدوية النظامية. فإن قال قائل: أنا مريض ومضطر لهذا الدواء ولا أجده إلا أن أجده مهربا، فنقول بالنسبة لهذا لا بالنسبة للبائع، الضرورات تبيح المحظورات، والعلاج ينص الفقهاء على أنه من الضرورات. فإذا لم يجد الإنسان الدواء بالطريقة النظامية ولم يجده إلا مهربا، فإن هذا هو الذي يقول فيه العلماء: يصح للمضطر ويحرم على البائع. يجوز للمضطر أن يشتري، ويحرم على البائع أن يبيع. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذه سائلة عن طريق الشبكة تقول: تشقق جلدي وتغير لونه بسبب مراهم لعلاج الحساسية، فهل يجوز لي أن أعالج هذه التشققات والتصبغات السوداء بالليزر؟ جزاكم الله خيرا. نعم يجوز. وذكرت لكم يا إخوة أن العمليات التجميلية من الناحية الشرعية لا من الناحية الطبية، لأن الغالب أن التجميل في الطب لا يصنف ضمن العلاج، لكن من الناحية الشرعية وأنا قرأت بحثا بل ناقشت رسالة علمية تتعلق بهذا، وذكر عن الأطباء أنهم يقولون إن الجراحة التجميلية أيضا نوعان: جراحة تحسين وجراحة معالجة. لكن على كل حال أنا أبتعد عن المصطلحات الطبية، أنا أتكلم بالاصطلاح الشرعي. العمليات التجميلية نوعان: عمليات من أجل الحسن، من أجل الجمال، يغير خلق الله من أجل الحسن، من أجل الجمال. رجل يعني رزقه الله أنفا مثل أنفي فيه كبر، وهكذا نحن العرب، هكذا نحن العرب، فما يريد هذا الأنف الذي هو أنف قومه، يذهب يجري عملية ينحتون من هنا وينحتون حتى يصبح مثل الأصبع. هذا حرام ما يجوز، هذا حرام ما يجوز، لأن تغيير خلق الله للحسن لا يجوز، وهو اعتراض على خلق الله للإنسان في أحسن تقويم، ولا يدري الإنسان لما خلق هكذا. وقد قرأت بحثا يقول إن تغير الصبغة اللونية في جلد الناس من جهة الأصل الخلقة لفائدة عظيمة. فلو أن البيض كانوا في مناطق السود لما استطاعوا العيش عيشة دائمة، والعكس. ولذلك سبحان الله ذكر ابن القيم رحمه الله من قديم أن الله يخلق لكل قوم ما يصلح حياتهم. تجد أن فواكههم مناسبة لما عندهم. إذا ذهبت إلى جنوب شرق آسيا تجد أن أغلب الفواكه مغلفة. لماذا؟ لكثرة الدود نحو ذلك. لو لم تكن مغلفة لتلفت وهي على الأشجار. بينما في بعض البلاد كالشام ونحو ذلك أكثر الثمار ليست مغلفة إلا بقشرة رقيقة. ذكر ابن القيم رحمه الله، هذه مسألة أذكرها، ذكر أن العسل
في كل بيئة يكون على ما يناسب تلك البيئة. ولذلك يا أخوة الناس الآن بعضهم يأتي عسل مثلا من أفغانستان ولا من أذربيجان ولا من اليمن ويقول والله هذا العسل مغشوش. لا، ما يلزم، لكنه لم يكن لك، فهو بالنسبة لك قد يكون مغذيا لكنه ليس دواء. إذن الجراحة التجميلية من أجل الحسن والجمال بتغيير الخلقة حرام. والقسم الثاني التجميل للعلاج، بمعنى إعادة الأمر إلى أصل الخلقة. إنسان وقع عليه ماء حار على وجهه فأزال نعومة الوجه وأصبح متغضنا، يرقع الجلد وتجرى له عمليات حتى يعود إلى نعومته، جائز ما في حرج. إنسان ضرب على أنفه أو وقع عليه حادث فأصبح أنفه معوجا، يجوز يجري عملية لإصلاح الأنف لأنه يعيد إلى أصل الخلقة. هذه إزالة تشوه، إعادة إلى أصل الخلقة، هذا جائز لا بأس به. وسؤال أختنا من هذا النوع من الإعادة إلى أصل الخلقة، وهذا جائز. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول امرأة في دولة كافرة تريد الخلع لأن زوجها لا يصلي ولا يقوم بواجبه نحوها، ولكن لا يريد أن يخالعها، كيف تتخلص منه؟ من عقد لهم، أعني الذي يقوم بأمر المسلمين، يرجعون له في مسألة الخلع، يرجعون له في مسألة الخلع، وهو يحكم بينهم إن شاء الله. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.